في ظل أوضاع اقتصادية كتير جدا بتحصل خلال الفترة الأخيرة، بدأنا نلاقي إن بعض الناس ممكن تقبل بوظائف لمجرد إن المرتب بتاعها متناسب مع كم احتياجاتهم أو مع الحاجات اللي هم عايزينها خلال الفترة القريبة من حياتهم. للأسف إن دي من ضمن أهم الأخطاء اللي أنت بتشتغل عليها. يعني أنت النهاردة لما يكون محطوط لك اوفر كويس بشكل كبير جدا ماديا، بس لا يتفق مع كارير اللي انت عايز تشتغل عليه او الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها، انت بتوافق لان ده هيحقق لك الاهداف القريبه ليك، لكن للاسف هو هيبعدك بعيد قوي عن اللي انت عايز تكون موجود فيه قبل كده. ليه؟ لان مع مرور الوقت هيبدا نوع من انواع الاعتماديه على فكره ان الدخل ده هو اللي ممشيني وهو اللي ممشي حياتي بشكل او باخر. ولما هتمر بشهر اتنين تلاتة سنة اتنين هتلاقي نفسك بدأت تنسى انت اساسا كنت داخل الكارير ده ليه او كنت داخل الشغل ده ليه، بل بالعكس هتبقى اعتمدت عليه بدرجة اكبر. فمن فضل حضرتك انت لما يجي لك جوب اوفر بشكل معين، مش بس الجانب المادي هو اللي تقدر تحكم بيه، عارفين ان الظروف الاقتصاديه ممكن تكون صعبه، عارفين ان الدنيا ممكن تكون مش احسن حاجه، عارفين ان الفرص الوظيفيه ممكن تكون قليله، لكن ده مش معناه ان انا اقبل لمجرد ان العرض المادي مناسب. انا جنب العرض المادي ببدا ان انا بحط زي وزن نسبي لبقيه الحاجات اللي انا عايزها جوه الوظيفه دي، وبناء على الوزن النسبي لكل حاجه من دول ببدا اشوف انا هقبل ايه وهرفض ايه. ممكن يكون العرض المادي في الوقت الحالي مش مناسب بالنسبه لك، بس ممكن تكون الحاجات اللي انت هتقبل عشانها الوظيفه دي هتخدمك بعد كده، فبالتالي العرض المادي اللي مش مناسب بالنسبه لك في الوقت الحالي بداله هيكون فيه حاجات تانية هتخلي بعد كده فرص انك توصل للعرض المادي او تحط شروطك او تقول انت عايز كام تبقى احسن خلال الفتره اللي جايه.